هذه قصة حقيقية حدثت بين فتاتين في فرنسا. كانت البنتين تتسوقان في السوبر ماركت وقابلوا بعضهم بالصدفة. كانت إحداهما مرتدية للملابس الشرعية والنقاب، وكانت تتسوق وتشتري بعض البضائع من السوق التجاري. وبعد أن فرغت من شراء حاجتها ذهبت إلى المكان الذي تدفع فيه ثمن ما اشترته. وكانت هناك أيضا امرأة متبرجة ترتدي الملابس الخليعة، كانت تقف أيضا لتدفع ثمن ما اشترته من بضائع. وكانت هذه البنت المتبرجة التي تلبس ملابس عارية من أصول عربية. فنظرت البنت المتبرجة إلى البنت المنقبة والتي تستر جسمها، نظرت إليها باستهزاء وسخرية من ملابسها غير العارية. والبنت المسلمة لم تتكلم، وكانت هادئة ولم تختلط بها. ثم نطقت البنت المتبرجة والتي هي من أصول عربية: يوجد في فرنسا عدة مشاكل تعيقنا في التقدم والرقي، ومن هذه المشاكل هذه الملابس المعقدة التي ترتدينها. فنحن في بلد متقدم ولا نريد هذا التخلف في فرنسا. اذهبي إلى وطنك وقومي بهذه الأمور القديمة والمتخلفة وابعدي عنا. فنظرت البنت المسلمة إلى هذه البنت الجاهلة ونظرت حولها فلم تر رجالا، ثم رفعت النقاب عن وجهها وإذا هي بنت جميلة جدا، وقالت: أنا فتاة فرنسية معتنقة للإسلام، وآبائي وأجدادي فرنسيين، فهذا هو وطني أنا، وهذا هو ديني الذي أفتخر وأعتز به. فأنتم من بعتم دينكم وأخلاقكم باسم التقدم والرقي، ونحن اشتريناه منكم لأننا نعلم أن الإسلام هو دين الكرامة والرقي والتقدم، وهو دين السعادة في الدنيا والآخرة. فأنا متمسكة بتعاليم ديني بكل فخر وبدون خجل، فارحلي أنت عن وطني. فخجلت البنت المتبرجة العارية من كلامها وشعرت بأنها أخطأت، فذهبت من مكانها بدون أن تتكلم. فعلى كل بنت مسلمة عفيفة أن تلتزم بزيها الإسلامي الذي يسترها بحق، ولا تكون خجولة لأنها تستر جسمها كي لا يراه الرجال. فالمرأة المتبرجة هي التي لا بد أن تكون خجولة مما تفعل، وتخجل لأن جسمها رخيص يراه الرجال الغرباء بدون حق. فاتق الله أيتها الأخت في ملابسك. هدانا الله وإياك إلى الصراط المستقيم.